الأسود أنواع، في أسود حقيقية وفي أسود ممكن تتجسد في عربية. تعالوا نشوف الأسد الفرنسي بيجو 408 الجديدة. تعال بيجو عشان تدخل المنافسة بالعربية دي لعبت على 3 محاور أساسية. أول حاجة وأهم حاجة فيها هي التصميم. تصميم العربية دي صعب جدا مهما نتكلم عنه إننا نديله حق. العربية لما تبص لها من أي زاوية هتعجب بيها جدا ومستحيل تطلع فيها غلط. العربية من قدام جاية معانا بتصميم مشابه لأنياب الأسد، وده من خلال الفوانيس ال LED، ومن ورا نفس الكلام. العربية تصميمها مميز جدا عن أي عربية تانية في الفئة دي. النقطة التانية اللي لعبت عليها بيجو بعد التصميم هو الأداء. عربية جاية بموتور 1600 سي سي تربو بيولد 215 هورس باور و300 نيوتن متر، متوصل بفتيس اوتوماتيك من 8 نقلات. لو بصينا على العربية من بره فهنلاقي لوجو بيجو الشهير بعلامة الأسد وسنسورز أمامية وخلفية، والإضاءات زي ما قلنا LED مع جنود توتون والبروكسيميتي كي اللي مجرد ما بتقرب من العربية فالعربية بتفتح، ومجرد ما بتبعد عنها فالعربية بتقفل لوحدها. ومرايات ضم كهرباء وفتحة سقف بانوراما وتصميم خلفي زي ما قلنا ما يختلفش عليه اتنين، وشنطة بتفتح وتقفل كهرباء مساحتها 536 لتر. لو بصينا على العربية من جوه فهنلاقي كراسي كهرباء تتحرك لكذا اتجاه، والكراسي نفسها مصنوعة من الجلد مع عدادات ديجيتال بمقاس 10 بوصة وتاتش سكرين بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس، ده غير الشاحن الوايرلس، وشاشة تالتة فيها اختصارات تقدر تتحكم منها وانت سايق على الطريق عشان ما تشتتش انتباهك. وعندنا امبيانت لايت بتتغير ل8 ألوان. الكراسي زي ما قلنا بتتحرك كهرباء، وكرسي السائق بيتحرك في 10 اتجاهات، ده غير ان فيه نظام للتبريد والتسخين والمساج. الحاجة التالتة اللي لعبت عليها بيجو في العربية دي هي وسائل الأمان. العربية جاية معانا ب6 إيرباج وEBS وEBD وESP وتاير بريشر مونيتور وإلكتريك هاند بريك وأدابتيف كروز كنترول ولين ديبارتشر وورنينج وبلايند سبوت وأكتيف سيفتي بريك، ده غير الترافيك ساين ريكوجنيشن. وبتتقدم في السوق المصري ب6 ألوان. والعربية متوفرة عند سمير ريان بأفضل عروض على التقسيط وأحسن سعر للكاش. أوتو سمير ريان، أكبر سوق سيارات في مصر.